اخبارك إيه يا زميلي؟ عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير. كم مره كده وانت بتكتب ورا المستر مثلا في الحصه او ورا الدكتور في المحاضره وكده بتلاقي نفسك نسيت الكلام اللي انت كتبته ده على ما تروح البيت. اهو المشكله دي عشان خاطر انت مثلا ما كتبتش الحاجه اللي الدكتور كتبها وكتبته وشرحها امتى او شرحها عشان خاطر ايه. انت فوتت الحته دي في النص، فعشان كده ما فهمتش بعد كده اللي انت كنت كاتبه ده كان عباره عن ايه او انت كاتبه ليه اصلا. هي نفس المشكله دي بقى بتواجهنا في البرمجه بالظبط. تخيل معايا كده لما تكتب مثلا كود مثلا 500 سطر 600 سطر ولا حاجه، وتيجي بعد شهر تلاقي نفسك انا مش فاكر انا كنت كاتب الحته دي في الكود ليه، او مش فاكر انا كنت مزود الحته دي في الكود ليه. حوالي المشكله دي بقى تقابلك لو انت ما بتستخدمش الكومنت بتاعتنا. طب ايه الكومنت وايه استخداماتها وايه اللي احنا بنعمله عشان خاطر نستفاد منها، وازاي اصلا اعمل كومنت في الكود بتاعي؟ تعال انا هقول لك ايه هو الكومنت وهشرح لك كل الحاجات دي. يلا بينا. الكومنت يا صديقي ببساطه كده هو جزء انا بكتبه جوه الكود بتاعي عشان خاطر اشرح لنفسي مثلا او اشرح للناس التيم اللي شغاله معايا مثلا اللي كتبت الحته دي ليه، او انا عملت الحته دي مثلا في الكود عشان خاطر اعمل بيها ايه. يعني مثلا شغال انا واربعه تانيين على الكود، وكل واحد فينا مثلا مسؤول عن حته معينه، او كل واحد فينا لما بيبقى فاضي بيكتب جزء معين في الكود. فانا مثلا لما هرجع في واحد تاني يكتب بعديه، فانا بحتاج اكتب له كومنت عشان خاطر يفهم انا كتبت الحته دي ليه فيكمل هو عليها. او مثلا يا عم انا شغال لوحدي على كود بس مثلا انا كتبت حته منه وبعد كده مش هبقى فاضي له مثلا كذا يوم ومحتاج ارجع افتكر الحته دي انا كنت كاتبها ليه، فبكتب بقى كومنت عشان خاطر لما ارجع الاقي نفسي فاكر انا كنت كاتب الكلام ده ليه. وبالاخر كده الكومنت دي لما بكتبه الكومبايلر بتاعي بيتجاهله ما بيقراهوش اصلا، فهتلاقي كده كانه ايه انا كتبته فهمت بيه بس الكومبايلر ما بيترجموش لكود. يعني مش هتلاقيه اتطبع معاك مثلا او دخل معاك عمل لك ايرور او الكلام ده كله. تعالى بقى اقول لك عمل ازاي نعمل الكومنت بتاعنا ده ونفهم الكومنت ده لما اعمله هستفاد بيه ايه، وازاي الكومبايلر اصلا بيعديه من غير ما يقراه وبيعتبر ان هو مش موجود وبيتجاهله كده. يلا بينا تعالى نروح على البي سي بتاعنا عشان نكمل في حياتنا البرمجيه ونفهم بعد كده اكتر ايه هو الكومنت ده. يلا بينا. في السي بلس بلس بقى يا صديقي عندنا نوعين من الكومنت بتاعنا، حاجه اسمها السنجل لاين كومنت وحاجه ثانيه اسمها المالتي لاين كومنت. طب ايه الفرق ما بينهم؟ تعال انا هقول لك. السنجل لاين كومنت ده انا بعمله لما بكون عايز اعمل كومنت على سطر واحد بس، يعني هو سطر واحد اللي عايز اعمل عليه كومنت فخلاص هو بعمل سنجل لاين كومنت. طب لو عايز اعمل مالتي لاين كومنت يبقى انا مثلا هكتب كذا سطر مثلا، فانا هكتب كومنت عباره عن كذا سطر او متكون من كذا سطر او سطر بقى 2 3 زي ما انا عايز. طب ايه الفرق ما بينهم او بستخدمهم ازاي او بعملهم ازاي بقى الاثنين؟ تعال انا هقول لك هنعملهم ازاي. بص مثلا يا معلم، احنا عندنا هنا مثلا الكود ده احنا كنا عاملينه عشان خاطر يطبع لنا كلمه ايه كوديك. حلو الكلام. هروح جاي كده عامل دبل سلاش. اول ما اعمل دبل سلاش هيروح هتلاقي حتى هو قلب لك لون الدبل سلاش هو الاخضر. فانا كده عملت السنجل لاين كومنت بتاعي وهروح كاتب له مثلا ايه ان انا الكومنت ده عامله عشان خاطر اطبع كلمه كوديا. حلو الكلام. بص لما هاجي ارن الكود بتاعي هتلاقيه طبع لك كلمه كودياك ولا ليه دعوه خالص بالكومنت اللي انت عملته، هيطبع كلمه كودياك وبس على كده. شفت ما عملناش اي حاجه، سهل جدا وما فيهوش اي شغل. تمام. طب لو رحت جاي هنا مثلا وحبيت اروح اعمل كومنت تاني كده اهو وهقول له مثلا ان الحته دي مثلا بتريتيرن زيرو، تمام، فانا كده باكد له ان العمليه بتاعتي تمام وان انا ريتيرن زيرو. بص لما هاجي اعمل برده هطبع تمام هتلاقيه طبع لك كلمه كودياك عادي خالص ولا كأنه حصل اي حاجه. طب انا مثلا بدل بقى ما اعمل الاثنين كده اهو سطرين كده اهو، طب انا عايز اعملهم الاثنين على بعض بقى سطر واحد او كومنت واحد على طول، فيبقى انا كده ايه محتاج اعمل المالتي لاين كومنت. فهروح جاي اعمله ازاي؟ هروح جاي اعمل كده اهو، هشيل دول كده، فهروح جاي فوق هعمل سلاش بعد كده استريسك. بص هعمل سلاش وبعد كده ايه استريسك وهروح جاي كده في الاخر. بس بص انا دلوقتي عملت سلاش واستريك فعشان كده راح اعمل لي كل اللي بعديها اخضر عشان احنا قلنا ايه ده مالتي لاين كومنت، فهياخد كل اللي بعد كده هيعمل له كومنت وهيعتبر ان هو مش موجود وهيتجاهل. فهنحتاج نعمل هنا ايه ان احنا نقفله، وانا عايز اخري يبقى هنا اهو كده. هروح جاي اعمل كده اهو استريسك وبعد كده اروح اعمل ايه سلاش كده هو وقف ورجع لك ريتيرن زيرو كانها في الكود عادي. عامله بالظبط زي ما احنا قلنا ساعتها الكيرلي بريسز بتعمل كده، بتعرفك اول الكود فين واخر الكود فين. تمام. هو الكومنت برده المالتي لاين كومنت لازم اعمل كده اهو، لازم ابداه اعرفه انا بدات المالتي لاين كومنت هنا ونهيته هنا كده انا عملت مالتي لاين كومنت. بص لما هاجي ارن الكود بتاعي تلاقيه رن عادي جدا ولا كأن حصل اي حاجه، كلمه كودياك وبس. وفي نفس الوقت اللي مثلا هيجي يشتغل بعديه فهم انا كنت عامل مالتي لاين كومنت اهو وكنت عامل لك مالتي لاين كومنت بشرح لك انا عملت فيه ايه. حلو الكلام. بس خلي بالك بقى يا معلم، مش لازم الكومنت بتاعك يبقى روايه وتحكي فيه قصه حياتك وقصه حياه التيم بتاعك وقصه حياه صاحبك اللي مش شغال في التيم بتاعك والحاجات دي كلها. الكومنت اتعمل اصلا عشان خاطر بس زي ما احنا اتفقنا كده انا برشد بيه الناس اللي شغاله معايا او برشد بيه نفسي عشان افكر نفسي انا كنت شغال على ايه او بعمل ايه مثلا. عشان لو سبت الكومنت بتاعي الكود بتاعي مثلا 3 4 5 شهور ورجعت له عشان خاطر اعمل عليه اي تعديلات فانا ببقى فاكر انا كنت عامل الحته دي في الكود ليه وازاي اعرف اعدل عليها. مش محتاج ان انا اعمله روايه ومش محتاج ان انا اكتب كتير قوي جوه الكومنت عشان اعتبر ان انا بستخدم الكومنت هو انا مبرمج. لا، المبرمج الشاطر او المبرمج الذكي اللي بيعرف امتى يستخدم الكومنت ويستخدمه بانهي شكل وانهي طريقه.
فمن النهارده بقى يا معلم كل مره هتكتب فيها كود اوعى تنسى انك معاك اداه مميزه جدا اسمها الكومنت، توفر عليك كتير وبتخلي الكود بتاعك منظم اكتر ونضيف اكتر بكتير. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وزي ما انت ما تنساش دول اوعى تنسى السيمي كولون اللي في اخر الكود. كان معاكم يوسف من قناه كودياك، سلام.